مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا قمر. كنت عايزه اسال حضرتك، فكره الدايت انا هفضل مكمله طول حياتي على الدايت كده، ولا هوصل للوزن المعين اللي انا عايزاه وبعد كده اعيش حياتي فري بقى؟ حلو السؤال ده قوي. خليني بقى اقول لك من هنا لازم نتكلم مع بعض. فكره الدايت هي فكره لازم تبقى متناسبه مع بعض. انا عندي تارجت معين خلصته، طيب احافظ عليه بقى ولا اسيب الموضوع بقى يعني يتفاقم مني؟ بمعنى احنا هنمشي بعد ما نخلص التارجت اللي احنا عايزينه، وصلنا للوزن المثالي بتاعنا، هنمشي بسياسه 80/20. ايه هي سياسه 80/20؟ 80 دي اللي هو ان انا هبقى خلاص غيرت عادتي الغذائيه فهمشي نظام غذائي صحي. طيب ال20 دي اللي هي بقى لو انا خارج النهارده، عندي مناسبه، عندي اي اكله نفسي فيها، هي دي بالظبط اللي احنا بعد كده بنعملها. يعني بتمشي لايف ستايل، لانه وقت ما احنا عملنا دايت غيرنا عادات غذائيه كتير جدا. نشرب ميه كويس، نبتدي نعرف الاكل الصحي، نبتدي نعرف ترتيب الوجبه بتاعتنا، نبتدي ان احنا بقى طريقه الطهي نفسها اتغيرت. فكل الحاجات دي بتفرق معانا بعد كده لما نمشي لايف ستايل. فطبعا لو ما غيرتش عاداتك الغذائيه في الوقت ده، لا هترجع اكتر من الاول. فمعناها ان احنا لازم نلتزم حياه صحيه سليمه بنظريه 80/20 زي ما قلت. ميرسي يا دكتور. حبيبتي.